مبروك مبروك الفوز، دموعك غالية. الله يبارك بيك. الجماهير كلمات. والله شو تقول ما ادري. هاي فرحة الناس لا تقدر بثمن. كل اللي عملناه من اجل ان نسعد هاي الناس، ولله الحمد بتوفيق الهي انه سعدت هاي الناس، هذا هو النصر الكبير اللي يتحقق لله. فشكرا للاعبين، شكرا لجماهيرنا الوفيه، شكرا لابناء شعبنا اللي مساندين هذا المنتخب ويدعوا له ليل ونهار. شكرا للاعلام ان كان العراقي، الاعلام الخليجي، الاعلام العربي على الدور الكبير في ابراز هذه البطوله وهذه النسخه الرائعه وهذا العرس الخليجي بهذا الشكل اللي ظهر عليه. فلله الحمد والمنه. وبنفس الوقت في نفس الوقت انه اعزي اهالي الضحايا اللي راحوا البارحه بحادث السير واللي قبلها، واليوم ايضا راحت ضحايا اثنين نتيجه التدافع، نتيجه حبهم وعشقهم للعراق. فاسال الله ان يتغمد الجميع بفسيح جناته وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان. ونقول انا لله وانا اليه راجعون. ولازم نعرف انه العراق يستحق الكثير، فبالتالي انه يمكن ما كلمات يعجز اللسان عن وصف مشاعري في هذه اللحظه. بس نقول كل اللي يجي من ربي لله الحمد والشكر عليه، وربي يعني ما ضيع تعب الجهود الكبيره اللي بذلت من اجل تحقيق هذا الانجاز. تغيير حسين علي ضربت على الطاوله الحين ليش؟ لا ما لا تدخلني بامور فنيه. نرحب بك بابو ظبي الرياضيه، ونحب نقول لك هاي بوسه لك على هذا التنظيم وهاي البطوله الرائعه اللي سجلت ان شاء الله بتاريخ العرب. كابتن، كيف تجد هذه البطوله، هذا العرس الجماهيري العربي الراقي؟ الحمد لله، هي بطوله ناجحه من بدايتها، فيها بعض السلبيات مثل ما ذكرنا، لكن لله الحمد البطولة ناجحة. الجماهير حلت البطولة. يمكن أنا من يومين ذكرت أن احنا نعيش فيلم حلو وجميل، وكانت نهايته سعيدة اليوم بفوز المنتخب العراقي اللي نبارك له بهذا الفوز، ونقول هاردك للمنتخب العماني اللي لعب مباراة كبيرة. وصراحة لآخر لحظة البطولة كانت ناجحة جدا من ناحية، يعني كنت أنا مقيم من الناحية الفنية 6 أو 5 من 10. اليوم شوية المباراة هذه صعدت شوي من المستوى الفني. مباراة حلوة، إثارة، أهداف، ولله الحمد. أنا أشوف البطولة من جميع النواحي ناجحة ولله الحمد. يعني كيف تجد المباراة النهائية؟ هل كانت تليق بأن تكون هكذا مباراة نهائية بقوة من حيث الأهداف، حيث ضربات الجزاء، يعني بكل شيء؟ عادة المباريات النهائية تكون فيها ضغط عصبي، الفرق ما تلعب بالمستوى المأمول، ولكن اليوم لله الحمد المباراة النهائية كانت فيها أهداف كثيرة، ضربات جزاء، في إثارة، ذكرتني ولو شيء قليل بنهائي كأس العالم الأخيرة اللي حصل في قطر. تجد مباراة القمة بغض النظر عن الفوز والخسارة؟ والله هذه مباراة تليق بنهائي كأس الخليج 25. المنتخبين أدوا مباراة كبيرة، وفي الأخير لازم يكون فايز، والكل فرحان أعتقد. يعني تمنيناها لعمان لكن راحت للعراق، فما راحت بعيد أعتقد. لكن مباراة كبيرة مثل ما شفتوها، يعني 4 أشواط ما شاء الله، يعني ما حد كان يعرف من بيفوز فيها. والحمد لله على كل حال. فخور بلاعبين المنتخب العماني وجهازه الفني والإداري، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. كابتن، احنا نحب نقول لك مبروك، مو يعني هارد لك، لان فريقكم قدم مباراه جيده. يعني هذا الفريق هل سوف يتم تطويره بالمستقبل؟ والله هذا اللي قلت للاعبين، قلت لهم مبروكين. يعني مباراه قدموا اداء كبير، مثل ما قلت لك يليق بالنهائي، والقادم ان شاء الله بيكون افضل لهذا المنتخب الشاب.